لما تفكر إيه هي أفضل الساعات في العالم، إيه الشركة اللي بتفكر فيها؟ غالباً رولكس، واحدة من أشهر وأغلى العلامات التجارية في العالم. على الرغم من إن منتجهم مش بيعمل غير الإجابة على السؤال واحد، الساعة كام؟ محدش فعلاً محتاج ساعة رولكس، لكن عدد كبير من الناس بيتمنوا شرائها. فساعة رولكس هي رمز للثراء والحالة النموذجية، وده غالباً بسبب الرياضة. فرولكس بنت علامتها التجارية على رعاية الرياضيين، الفعاليات والرياضات الفخرة. روجر فيدرر، تايجر وودز، كلهم لابسين ساعة رولكس، خصوصاً عند تتويجهم بالجوائز. في الفيديو ده هنشرح إزاي استخدمت رولكس التسويق الرياضي لتصبح العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم. رولكس هي ماركة الساعات الأكثر شهرة في العالم. تأسست في لندن، لكنها انتقلت لجنيف، عاصمة صناعة الساعات بعد الحرب العالمية الأولى. وهي أكثر الساعات الفاخرة مبيعاً في السنوات الأخيرة، مع ما يقرب من ربع حصة السوق، وده تقريباً 3 أضعاف المنافس الأقرب. حققت رولكس إيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار. تمكنت رولكس من أن تصبح أيقونة، والوضع ده ما اتعملش في يوم وليلة. رولكس بنت علامتها التجارية على الابتكار والجودة، ومن الواضح إن ده أمر مهم. لكن الوضع اتغير. الأجيال الشابة اللي كبرت مع هاتف ذكي اقتنعت إزاي؟ في البداية استخدمت رولكس شعار مثل أول ساعة معصم مقاومة للماء في العالم. لما أسس ويلستورف رولكس في وقت مبكر في العشرينات، كان هدفه هو استبدال التقليدية، ساعة مقاومة للغبار والماء. فحدد عالم الرياضة على أنه مثالي لدفع علامته التجارية التي تم إنشائها حديثاً. طلب من مرسيدس جليتس، سباح إنجليزي، ليرتدي الساعة في محاولة لعبور القناة الإنجليزية أكثر من 10 ساعات، وفضلت الساعة في حالة جيدة ولم يتسرب لها الماء. مع هذا الإنجاز التاريخي، أصبح جليتس شهادة رولكس الأولى. ده كان سنة 1927. ومش ده بس، قامت رولكس بتصميم بعض المغامرات والتحدي لساعاتها: صعود الهيمالايا، عبور الجليد القطبي، وكسر حاجز الصوت. دلوقتي شعارهم تاج لكل شيء. اختاروا الإنجاز للتعبير عن نفسهم. ينقل الشعار رولكس من بيع منتج لبيع قصة، وواحد من أفضل رواة القصص هو الرياضة. للسبب ده تتقاتل أكبر شركات الساعة عشان يكونوا الراعي الرسمي لعدد من الأحداث الرياضية الرئيسية. فإذا كنت تحب الحدث، فمن المرجح إنك تحب الراعي الرسمي. أوميجا حالياً راعي الألعاب الأولمبية، تيسات في تور دي فرانس، هابلات في كرة القدم الأوروبية. ولكن اختارت رولكس أحدثها بعناية. إذن رولكس موجودة في أي حدث. وليه؟ رولكس ما بقتش تهتم بإثبات الجودة عن طريق صعودها إلى الجبال أو عبور القنوات المائية، بل يفضلون اختيار الرياضة الأفضل التي تناسب صورة علامتهم التجارية. بمعنى تاني، حيث يوجد جمهور يمكن أن يشتري رولكس. والنتيجة هي وجود رولكس الكثيف في التنس مع أحداثه الغنية بالتقاليد مثل ويمبلدون، الجولف، اليخوت، ورياضة الفروسية. Call it a new page waiting to be turned, or a new story waiting to become legend. Call it tough. لذلك كرة القدم مش رياضة مهمة لرولكس، لأنها رياضة للجماهير الضخمة. لكن رولكس مش بتبيع منتجاً للجماهير عموماً، لذلك من المنطقي أن يبقوا خارجها معظم الوقت. وفي النهاية، في عالم يمكن للجميع قراءة الوقت على هواتفهم، لسه رولكس قادرة على البيع للعملاء بانتظام بسبب اختياراتهم الدقيقة للأحداث الرياضية.